السلام عليكم، اخباركم ايه؟ القصه اللي هحكيها النهارده قصه رعب حقيقيه حصلت لبنت اسمها ميسي تاسك. ولو انت اول مره تشوفني وعجبك الفيديو اللي بقدمه ما تنساش تعمل اشتراك معايا في القناه عشان تشوف كل جديد. ويلا بينا نبدا القصه. سنه 2004 كانت في بنت اسمها ميسي تاسكا وكان عندها 16 سنة وكانت عايشة في بلدة ريفية صغيرة في فلوريدا، واسم البلد دي اسمها لايف او. وفي يوم سبت في شهر يناير في نفس السنة 2004 كانت البنت في مشوار مع مامتها، ولما خلصوا المشوار رجعوا ركبوا العربية بتاعتهم وكانوا مروحين، والطريق اللي كان بيرجعهم لبيتهم كان طريق ريفي او زراعي وكان طريق سريع، والطريق ده كان كله غابات كثيفة على الجنبين. وكانت والدة البنت كانت بتسوق بسرعة جدا علشان يلحقوا يروحوا بيتهم قبل الليل ما يليل عليهم. وهم ماشيين على الطريق ده بسرعة 90 كيلو متر في الساعة، ميسا لاحظت من شباك العربية بنت صغيرة كده قاعدة على الطريق. قالت لوالدتها: ماما أنا تقريبا كده شفت بنت صغيرة قاعدة على الطريق، ما تيجي نرجع بالعربية نشوفها ونطمن إنها بخير. الأم وقفت العربية ورجعت بظهرها شويه كتير قوي كده علشان تشوف البنت، لكن ما لقتش اي حاجه. فالام قالت لبنتها: يمكن قامت من مكانها لما لقيتنا راجعين وخافت مننا ودخلت تاني جوه الغابه. وكملت الام طريقها بالعربيه ونسيت الموضوع ده. وبعد ما مشيت بالعربيه حوالي كده 3-4 كيلو من المكان اللي شافوا فيه البنت، كانوا خلاص داخلين على تقاطع رباعي الاتجاهات، وكان على اول التقاطع ده علامة ستوب أو وقوف. والدة ميسي وقفت عند التقاطع ده وكانت عمالة تنهج وهي بتتنفس، لأن على الناحية التانية من الاتجاه كانت قاعدة نفس البنت اللي عدوا عليها بعربيتهم، وكانت قاعدة على جنب الطريق ومربعة رجليها وعمالة تتمايل يمين وشمال وهي قاعدة، وركابها الاتنين عمالين يطلعوا وينزلوا. الأم بصت لبنتها وهي مرعوبة وقالت لها: هي دي بنت غير اللي احنا عدينا عليها على الطريق؟ فالبنت بصت لامها وقالت لها: لا دي نفس البنت يا ماما. الام قربت شويه بعربيتها من البنت اللي قاعده على الطريق وقالت لبنتها: اقفلي الازاز اللي جنبي، لكن البنت رفضت تقفل الازاز علشان عايزه تشوف مين البنت دي. فالام بصت لها بصت احباط كده وبدات هي كمان تنزل ازاز العربيه بتاعتها واحده واحده، وبدات تطلع راسها من شباك العربيه بتاعتها علشان تشوف البنت دي. وفجاه الام وشها اتغير ورجعت راسها بسرعه من شباك العربيه وقفلته وهي مرعوبه، وكانت عماله تصرخ وداست بنزين على الاخر وجريت بالعربيه زي المجنونه، وعماله كل شويه تبص في مرايه العربيه اللي قدامها. بنتها اتفزعت وقالت لها: في ايه يا ماما؟ وقالت لها: ايه اللي حصل؟ امها حاطت ايدها على بقها وعماله تجري بالعربيه زي المجنونه. وبعد كده الام انفجرت في العياط وما كانش عندها اي كلمه تقدر توصف بيها اللي شافته. وبعد ما هديت شويه بدات تتكلم مع بنتها وقالت لها: البنت اللي احنا شفناها ما كانش ليها اي وش، ووشها فاضي من جوه، ما كانش ليها اي ملامح لوشها. لما بصيت لوشها كان ممسوح. ولما وصلوا البيت الام بلغت الشرطه عن البنت دي وقالت لهم ممكن تكون محتاجه مساعده. ولما الشرطه راحوا للمكان فضلوا يدوروا على البنت دي في كل الاماكن، لكن ما لقوش اي حاجه ولا لقوا اي علامه تدل اصلا ان كان في اي بشري موجود في المنطقه دي كلها. راحت جايه الشرطه متصله بمامه البنت تاني وقالت لها مفيش اي اثر نهائي للبنت اللي اتكلمت عنها دي. مامه البنت قالت لهم: ازاي؟ انا شفتها مرتين على الطريق وفتحت ازاز العربيه بتاعي وطلعت راسي وشفت البنت، انا خايفه تكون محتاجه مساعده. الشرطه اكدت على مامتها انهم عملوا مسح كامل للمنطقه بحالها علشان يلاقوا اي اثار للبنت دي، لكن للاسف ما لقوش اي اثر. ودي كانت نهايه القصه. لو عجبتك ما تنساش الاشتراك بتاعك عشان تشوف مني الحلقات اللي جايه. سلام.